المدرب حط بصماته على الفرقه. خروج ان هو يخرج ابراهيم نضاي وشيكابالا ومصطفى شلبي اللي هم 3 لعيبه اساسيه في خطته اللي هو بيعتمد عليها وطريقه اللعب بتاعته، ويبدا بلعيبه تانية زي عمر جابر والسيسي وعلي ياسر اللعيب الممتاز اللي انا ان شاء الله بتمنى له التوفيق جدا مع نادي الزمالك. وفي نفس الوقت انت غيرت شكل اللعيبه كلها اللي بتلعب، بس اللعيب طريقه اللعب واحده. فباين شغل المدرب وبصماته على الفريق ان احنا بنلعب بتكتيك معين، احنا بنلعب خطه معينه، احنا مش بنعتمد على افراد، مش بنعتمد على مصطفى شلبي، مش بنعتمد على شيكابالا، مش بنعتمد على زيزو خرجوا الشوط الثاني. طب خرج ليه زيزو؟ عشان يقول للفرقه احنا مش بنعتمد على افراد، احنا تيم وورك، احنا فريق بيلعب كوره جماعيه، احنا فريق واحد. صراحه الزمالك هجوميا قوي جدا والحمد لله بيتحسن ماتش عن ماتش، دفاعيا لسه في مشاكل.